انت رايح فين؟ استنى، تعالى تعالى، خلينا نحبس بكوبايتين شاي. اصلهم قالوا وانا سمعت ان الشاي ليه تأثير كامل على الحديد اللي بيدخل الجسم، سواء بيمنع امتصاصه او سواء بيكسره. تعالى ما نشوف الحقيقة دي، هل هي حقيقة ولا خيال؟ هو الشاي ممكن يقلل شوية من امتصاص الحديد من الأكل. تعال أقول لك إن الحديد ليه مصدرين في الجسم، مصدر نباتي ومصدر حيواني. مصدر نباتي زي الحديد اللي موجود جوه السبانخ والتفاح والبتنجان الأسمر. الشاي بيأثر على امتصاصهم شوية صغيرين، لكن الحديد اللي جاي من اللحوم زي الكبدة طبعا مليانة حديد، الشاي مش بيأثر على الامتصاص بتاعه خالص. تعال اقول لك امتى افضل وقت نشرب فيه الشاي. الناس اللي بتجري بعد الاكل علشان خاطر تشرب كوباية الشاي هقسمكم. الناس اللي عندهم انيميا بلاش بقى شرب الشاي بعد الاكل على طول، علشان حتى لو كان في نسبة من النسب ان احنا نقلل امتصاص الحديد تبقى بلاش منها. لكن الناس اللي ما عندهمش اي فقر دم ممكن نشرب شاي بعد الاكل على طول. من افضل الاوقات ان احنا نشرب فيها الشاي هو الصبح، لكن طبعا مش على الريق لان ده خطر جدا على المعدة. لكن لو انت شربت الشاي الصبح مع الفطار صدقني هتاخد طاقة كبيرة جدا وتركيز عالي جدا جدا، وهتبقى فايق والدنيا رايقة معاك. وطبعا الناس اللي بتاخد كوباية شاي في كوباية شاي في كوباية شاي، انصحك انك تيجي عند العشاء وتوقف القصة، لانه فعلا جواه نسبة كافيين ممكن تخليك سهران طول الليل. تعال بقى اقول لك فوائد الشاي المفضل لينا كلنا من ايام زمان جدا، شاي الاسود بالاخص. اول حاجة بيعزز صحة القلب، والاهم من كده انه بيساعد على خفض ضغط الدم، ده غير انه غني جدا بمضادات الاكسدة، وبيقلل الكوليسترول الضار في الجسم، وبيحسن لك صحة القناة الهضمية. وتخيل انه بيقلل من اصابة السكتة الدماغية ومخاطرها. ولو انت من الناس اللي ما بتحطش سكر كتير في الشاي، اعرف ان الشاي هيساعدك في تقليل كمية السكر اللي موجودة في الدم، وعشان هو مضاد اكسدة كويس فهو بيقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان. ده غير طبعا ان الكافيين اللي جواه بيخليك فايق وتركيزك اعلى، لكن طبعا اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. فالناس اللي بتشرب شاي كميات كبيرة لازم تعرف ان الشاي ممكن يعمل لك شوية التهابات في المعدة جامدة، عشان كده يمكن الناس اللي بعمل لهم مناظير بمنعهم من الشاي لمدة 7 ايام. وطبعا اللي بيشرب شاي كتير لازم يعرف انه هيصاب بحالة من حالات الأرق والتوتر، زيادة فكر، عبارة عن العصبية المفرطة. علشان كده فعلا اللي بيزيد عن حده بينقلب لضده. وخليك دايما فاكر ان جسمك ليه حق عليك، لازم تديله حقه.